دخلت اعمل كوبايتين شاي، خرجت لهم بالطبق ده مع الشاي. ازاي وامتى؟ ده اسرع منه مفيش، لا حاطه فيه بيض ولا حاطه فيه زبده ولا اي حاجه خالص، بسكوت يعني للشاي، وفي نفس الوقت اقتصادي جدا بشويه دقيق وشويه زيت بس كده، مش اكتر من كده. تعالوا بقى اقول لكم الطريقه، بجد تحفه وطعمه حلو جدا، واللي هو يعني اتعمل في 5 دقايق كده واستوى في ربع ساعه، فاللي هو حاجة اقتصادية ولذيذة وسريعة. بصوا بقى، أنا عندي هنا حوالي يعني 2 كوباية زيت. أنا من نفسي جودت، حطيت معلقة سمنة واحدة وبعد كده زودت زيت، بس أنا ساعات بعملها بزيت صافي، ما بحطش معلقة السمنة دي، حبيت يبقى فيه طعم السمنة، لكن من غيرها برضو طعمه تحفة، ودي سمنة عادية مش زبدة على فكرة. وبعد كده بقى ايه، عندي 3 كوباية سكر بودر، 3 كوباية على 2 سمنة، يعني السمنة قد السكر مرتين. ولان عندي الزيت سايل يعني، والسكر باودر مضروب في المطحنه وكل حاجه، فانا مش محتاجه يعني مضرب كهربائي، بالمضرب اليدوي بمعلقه بايديكي باي حاجه، اضربيه كده شويه حلوين بس 3 4 دقايق كده. وبعد كده حطي عليه 3 كوباية لبن. عندي اللبن والسكر قد بعض، 3 لبن 3 سكر، 2 زيت، وعليهم يعني نص معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، مش مكملة نص معلقة، حوالي يجي 3 معلقة كده، ورشة فانيليا. وبعد كده حطيت الدقيق بتاعي، ده ربع كيلو دقيق، بشيل منه 2 معلقة كبار كده مليانين هرميين، واحط بقى كمية، يعني هو مش مكمل 250 جرام، ممكن يكون 200 جرام دقيق مثلا، فاللي هو ربع كيلو شيلوا منه 2 معلقة كبار كده. هو هتلاقي القوام بتاعك طري كده، يعني بيلزق حاجة خفيفة، يعني مش بيلزق قوي. وبعد كده بقى افردي على رخامه، قطعي بقطعات او اعملي كور صغيره وبططيها كده وحطيها في الصاج. عندك اللي هو كيس الحلواني زي كده، اعملي بيه هيسهل عليك اكتر. ايا كان شكليه باي طريقه تعجبك. انا ساعات مثلا بقول بقى بدل ما لسه هحط في كيس الحلواني، ساعات ابقى مكسله يعني، فاروح عامله ايه، اروح عامله كور كده واحطها في الصاج، وبعد كده اجيب شوكه واروح ايه، يعني عامله فيها علامه بالشوكه كده، ضغط عليها ضغطه بسيطه بالشوكه، فبتدي منظر حلو. نفس فكره البسكوت ال10 دقايق، زي ما بنشكل البسكوت ال10 دقايق، فهي الفكره بس في الشكل، يعني تغيير مش اكتر. وبعد كده بيدخل فرن عندي متسخن كويس جدا على درجة حرارة حوالي 160، يعني اقل حاجة ممكن تقدري تعمليها في الحرارة بتاعت الفرن بتاعك. ما بياخدش وقت كتير، يعني حوالي مثلا 10 دقايق 12 دقيقة مش اكتر. وانا بحب كمان احمره شوية اكتر عشان يبقى مقرمش وجميل كده. ممكن انتي لو مش بتحبيه متحمر قوي ما تحمرهوش، بس هو بيبقى جميل لما يقرمش اكتر، بيبقى احلى. وتعمليه بقى، انا عملت الشكل ده، بس الولاد بيحبوا الورد اكتر فكترت في الورد اكتر، ما عملتش الطويل ده. واحب اعرف انتوا بتتابعوني منين. انا آية من مصر القاهرة. فاللي بيتفرج عليا يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا من اي بلد ومن اي محافظة، لو انتوا من مصر من اي محافظة، ومن خارج مصر من اي بلد. واتمنى ما تنسوش اللايك يا حبايبي. شكرا قوي، سلام عليكم.